السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من اي فور جرافيكس ميديا برودكشن وكورس الفوتوشوب. الحلقه دي هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وحاجه ناس كتيره قوي بتسال عليها، واللي هو احنا لو عايزين نعمل ديزاين لبزنس كارد، ديزاين البيزنس كارد بيتعمل ازاي؟ طب ايه هي التفاصيل اللي احنا محتاجين نعرفها قبل ما نبتدي نعمل الديزاين بتاع البيزنس كارد؟ ايا كان بقى من المقاسات او من الريزوليوشن او من الكالر مود او من السيتنجز الطبيعيه اللي احنا بنيجي نظبطها من قبل ما نبتدي ان احنا نعمل اي بيج جديده. فايه بقى السيتنجز اللي احنا هنبقى محتاجين نظبطها قبل ما نعمل بيج عشان نعمل بيها ديزاين لبزنس كود؟ طيب، اول حاجه هنعملها هندوس على نيو فايل او هندوس كوماند ان او كنترول ان، انت ايا كان لو ويندوز او ماك، وهنبتدي نفتح اول بيج عندنا. وده حاليا المنظر اللي عندنا دلوقتي. طيب، ايه بقى الحاجة اللي احنا نبتدي نعملها؟ حاليا انت دلوقتي عندك هنا كنا متفقين ان ده اسم الفايل، ايا كان بقى انت عايز تعمل اسم الفايل ايه. انا مثلا هعمل اسم الفايل كورد فرونت مثلا، انا هعمل ديزاين مثلا للكارت للوش. طيب، انا دلوقتي الكارت اللي انا هبتدي ان انا اشتغل عليه، ايه اكتر مقاس او ايه اكتر حاجة احنا بنشتغل بيها؟ وحدة القياس اللي احنا بنشتغل بيها على طول ايه؟ اظن معظم الناس اللي بتيجي تشتغل بتشتغل بالسنتيمتر. فخلاص انا هبقى محدد من الاول اللي انا هبتدي الشغل بتاعي بالسنتيمتر، فهاجي هنا عند وحدة القياس وهختار ان انا اشتغل بالسنتيمتر. جميل، حلو قوي الكلام لحد دلوقتي. طيب، انا دلوقتي بقى عندي الويدث وعندي الهايت، عندي العرض بتاع الكارت وعندي الطول بتاع الكارت. طب انا هعمل الكارت العرض والطول كام في كام؟ طب المقاس ده بيتحدد على اساس ايه؟ حاليا مقاس البيزنس كارد اللي بيبقى في ايدينا ده لما احنا بنيجي نشوف بيزنس كارد، بيبقى البيزنس كارد كبير ولا صغير؟ بيبقى حاجة صغيرة جدا. الحاجة الصغيرة دي احنا بنحطها في المحفظة بتاعتنا بحيث ان انت تعرف تقدمها لحد، لو حد خدها منك يعرف ان هو يحطها في المحفظة بتاعته. فبالتالي معظم المقاسات الناس بتشتغل عليها بالنسبة للبيزنس كارد. فانت بتبتدي تتكلم اللي احنا بنبتدي من مقاس مثلا بالويتس من 8 سنتي. طيب، الهايت بتاعك تقريبا معظم الناس برضو بتشتغل على 5 سنتي. بس احنا كده بنتكلم بالنسبة للمقاس المينيمم. يعني ايه المقاس المينيمم؟ يعني انت ما ينفعش تعمل بيزنس كارد اصغر من كده. اصغر مقاس الناس بتشتغل عليه بيكون 8 في 5. يعني انا ممكن اجي كده عند الويدث اكتب 8، واجي عند الهايت اكتب 5. طيب، لو ده المقاس المينيمم، ايه المقاس الماكسيمم اللي احنا ممكن نشتغل عليه؟ المقاس الماكسيمم مثلا اللي انت ممكن تشتغل عليه 9 في 5 ونص. في ناس بتعمل مقاس بيكون 9 في 6، برضو ده في مقاس الناس بتشتغل عليه، بس انا ببقى شايف ان المقاس ده كبير قوي. طيب، يعني انا يا اما اشتغل على ده يا اما اشتغل على ده؟ لا، انا قلت لك المينيمم بتاعك 8 في 5 والماكسيمم مثلا 9 في 5 ونص. فبالتالي انت عندك المقاسات اللي في النص دي كلها. يعني انت لو جيت قلت لي ان انا مثلا عايز اجي هنا ان انا اعمله 8 في 5 ونص، هل انا غلطان؟ لا، عادي. طيب، عايز اعمله 8 في 5، تمام، برضو عادي. طيب، ايه المقاس المشهور وان معظم الناس بتشتغل عليه وبيكون هو المقاس اللي تقريبا بيكون ستاندرد للبيزنس كارد؟ هو مقاس 9 في 5. فانا هاجي كده عند الويدث اكتب 9، وفي الهايت اهو عندي المقاس حاليا كده 5. تمام، يبقى احنا كده حاليا شغالين على 9 في 5. طيب، بالنسبة للريزوليوشن، احنا نعمل ريزوليوشن كام؟ احنا دلوقتي لما بنيجي بنشتغل على البيزنس كود او بنيجي بنشتغل على اي حاجة هتطبع وهنشوفها من قريب، بنعمل الريزوليوشن بتاعتها 300. طب ليه بنعمل الريزوليوشن بتاعتها 300؟ لو عايزين تعرفوا التفاصيل كلها بتاعت الريزوليوشن بتاعتها، امتى بنعملها 300 امتى بنعملها ب 150 و72، هتلاقوني سايب لكم فيديو في الاي اللي فوق دي بيتكلم عن كل التفاصيل بتاعه الريزوليوشن، وهتلاقوني كمان سايب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت موجود في الديسكربشن. بس عموما احنا كنا متفقين ان دلوقتي اي حاجه كانت موجوده عندنا، لو احنا نشتغل على اي حاجه ليها علاقه بالطباعه وان احنا هنشوف الحاجه دي مثلا من قريب، فاحنا بنعمل ريزوليوشن بتاعتها 300 بحيث ان احنا نبقى شايفين الحاجه كلير وتكون الكواليتي بتاعتها واضحه. وكل ما الحاجه حجمها بتكبر او احنا هنشوفها من بعيد كنا احنا بنقلل ريزوليوشن. وهتلاقوا التفاصيل دي كلها موجوده في الفيديو اللي بتكلم فيه عن الحاجات اللي ليها علاقه بالريزوليوشن كلها اللي انا سايبه لكم. طيب، ده كده من ناحيه الريزوليوشن اتفقنا ان احنا هنعملها 300. طيب، الكالر مود بتاعنا حاليا، الكالر مود بتاعنا معمول ار جي بي. طيب، احنا لما بنشتغل على حاجه برينتنج بنشتغل ار جي بي؟ لا، احنا بنشتغل على كالر مود تاني اللي هو اسمه السي ام واي كي. طيب، ليه اخترنا سي ام واي كي ما اخترناش ار جي بي؟ لان السي ام واي كي هو المود اللي احنا بنستخدمه لما احنا بنيجي نعمل اي حاجة ليها علاقة بالبرينتنج، والار جي بي هو المود اللي احنا بنستخدمه لأي حاجة ليها علاقة بالديجيتال. يعني ايه ديجيتال؟ يعني اي حاجة هتتشاف من على سكرين موبايل، لابتوب، كمبيوتر، ايباد، بروجيكتور، تلفزيون، ايا كان اي حاجة ديجيتال ليها علاقة بسكرينز احنا بنشوفها ليها علاقة بالتكنولوجي احنا بنعملها ار جي بي. لكن اي حاجة برينتنج بنعملها سي ام واي كي.
طب ايه الفرق بينهم، ايه التفاصيل بتاعتها كلها؟ هتلاقوني برضو سايب لكم في الاي اللي فوق الفيديو الفرق بين الار جي بي والسي ام واي كي بالتفاصيل بتاعتهم كلهم، وهسيب لكم كمان اللينك تحت موجود في الديسكربشن. فحاليا كده احنا لما جينا نظبط السيتنجز بتاعتنا، ظبطنا المقاس بتاعنا، كتبنا اسم الفايل بتاعنا اللي احنا عايزينه، حددنا ان هو سنتيمتر، وحددنا ريزوليوشن 300، وحددنا ان الكارر مود بتاعنا سي ام واي كي. طيب احنا حاليا كده ظبطنا الدنيا تمام، يلا بينا ندوس كرييت. حاليا انا فتحت البيج بتاعه البيزنس كورد اللي انا هشتغل عليها. طيب انا دلوقتي ايه اللي يخليني ان انا اتاكد ان انا فاتح سي ام واي كي؟ عشان انا مثلا لو نسيت او فتحت حاجه تانية، هتلاقي مكتوبه اهو فوق كورد فرونت اسم الفايل اللي انت فاتحه، وهتلاقي مكتوب جنبها سي ام واي كي. يبقى انا حاليا متاكد ان انا فتحت الدنيا بتاعتي سي ام واي كي. تمام، ده كده شكل البيج اللي عندي اللي انا هبتدي ان انا اشتغل عليها دلوقتي. طيب قبل ما نيجي نعمل اي حاجه في البيزنس كورد، في ناس مثلا لما تيجي تبص على البيزنس كورد بتاعها وان هي بتبتدي تعمل الديزاين بتاع البيزنس كورد، تلاقيها مثلا جايبه اللوجو بتاعها كده. نيجي نعمل مثلا لون تاني، وتيجي ترسم اللوجو كده مثلا، وتلاقي حاطط لك اللوجو بتاعها هنا كده على الطرف خالص، وتلاقي ناس تانية مثلا حاطه لك التكست بتاعها او حاطه لك مثلا اسمها، بيبقى موجود ايه على الحرف خالص كده هنا. طب الكلام ده صح؟ الناس اللي بتعمل ديزاينات وبتبقى حاطه الحاجات كده على الحرف كده، ده بيبقى صح؟ لا، ده بيبقى غلط جدا. ليه؟ هيجي حد يقول لي عشان الشكل شكله وحش، وان الحاجه لازقه في الاطراف، فالحاجه كده ايه شكلها مش متنظمه وشكلها ان هي مش حلوه. لا، هو الموضوع مش فكره نظام بس. يعني ايه مش فكره نظام بس؟ هو دلوقتي الكارت ده لما بيجي بيتعمل الديزاين بتاعه، بيطبع كارت كارت. يعني هو في مكنه طباعه مثلا بتطبع الكارت كارت ده اللي مقاسه 9 في 5 الصغير قوي ده، بيتحط ورق بالمقاس الصغير قوي ده، وتبتدي المكنه بتمسك ورقه ورقه من الصغيرين دول يطبعوهم؟ لا طبعا. امال ايه اللي بيحصل؟ الكروت دي بتيجي بتطبع على ورقه كبيره كده، وبعد كده الورقه دي بتبتدي تتقطع ويطلع منها الكروت الصغيره بتاعتنا. طيب الورقه دي شكلها ايه؟ مثلا زي الورقه دي. حاليا المنظر اللي قدامنا ده مثلا بيزنس كورد. بيزنس كورد مثلا ده ايه الشكل بتاع الظهر بتاعه. حاليا دي الورقة الكبيرة اللي بيطبع فيها البيزنس كورد. حاليا متوزع اهو 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6. يعني الورقة الكبيرة دي حاليا واخدة 30 كارت. يعني هي بتطبع بورقة كبيرة، ما بتطبعش بورقة صغيرة. طيب حاليا الورقة الكبيرة اللي عندي دي، مش الورقة دي بتبتدي ان هي تتقص؟ يعني موجود علامة هنا اهي وعلامة هنا، دي علامات القص، دي الكروب ماركس او سينيوهات التقطيع اللي بتبقى موجودة في الورقة الكبيرة دي عشان يبتدي ان الكارت يتقص عليها. طيب انا لو حاطط اللوجو بتاعي على الطرف قوي كده، مش ممكن ان هو يتقص، لان الموضوع ده بيبقى فيه ريسك. بدل ما هو يجي على الخط ده ممكن يجي يمين شوية، او ممكن يجي شمال شوية، او ممكن يجي هنا يطلع فوق شوية، او يجي هنا ينزل تحت شوية. فبالتالي انا لو كاتب الكلام بتاعي على الطرف، او ان انا حاطط اللوجو بتاعي على الطرف، ايا كان من الحاجات دي، انا عندي ريسك ان الكارت بتاعي يبوظ. فبالتالي انا لازم اسيب مارجنز او بليد او مساحات لونية، المساحة اللي بتتساب حوالين الحاجة دي، بحيث ان بيبقى سايب اريحية للكارت، بحيث ان هو لو اتقطع من الورقة الكبيرة دي ما يبص. ليها مسميات كتير ايا كان بقى، مساحات لونية، بليد، مارجنز، المسميات دي كلها مش هتفرق معانا. المهم ان احنا نبقى عارفين ان في كونسبت اللي احنا لازم نبقى سايبين سبيسز واحنا شغالين على البيزنس كارد بتاعنا لما نيجي نبتدي الديزاين، عشان ما يحصلش اي ريسك. لان احنا لو بدأنا زي المنظر اللي انا جبته في الفوتوشوب ده، وعملت المنظر ده، وجيت رحت طبعت البيزنس كارد بتاعك، وجيت لقيت البيزنس كارد طالع بايظ، فحاليا في المطبعه الغلطه هتكون غلطتك مش غلطتهم هم. يعني حاليا انت ما ينفعش تروح تقول لهم لا انتوا البيزنس كارد اللي انا مديهولكم انتوا مطلعين لي البيزنس كارد بايظ، انا دلوقتي اللوجو ده مقصوص منه او الكلام ده مقصوص منه. هيقول لك لا انت ما حطيتش المساحات اللونيه، او ما حطيتش المارجنز او البليد اللي المفروض اللي هي بتأمنك ان الكارت ما ينفعش ان هو يتقص منه حاجه. فبالتالي هتكون غلطتك انت. لكن لو انت سايب المارجنز او البليدز دي، فبالتالي انت عندك كامل الحق اللي انت تقول لهم لا دي غلطه من عندكم، انا سايب مساحاتي ومأمن نفسي وكل حاجه عندي تمام، لا الغلطه عندكم، عيدوا لي الكارت ده لان انتوا غلطانين وقصيتوا حاجات من الانفورميشن اللي انا حاططها. وغير كده كمان عشان يبقى فيه فريم كده مريح عينك، ما تبقاش الدنيا لازقه على الاطراف، عشان يبقى الموضوع شكله اريح لك وانت شغال على البيزنس كارد اللي انت بتعمله ديزاين. طيب تمام، احنا كده عرفنا ان احنا لازم نعمل المارجنز عشان نأمن نفسنا في الطباعة، وعشان كمان يكون البيزنس كارد شكله احلى. طيب هي المارجنز اصلا نعملها ازاي؟ يعني ايه الطريقة اللي احنا نعمل بيها المارجنز؟ الموضوع ده فيه كذا مدرسة. انا هقول لكم الطرق كلها، وهقول لكم ايه احسن طريقة انا بحب اشتغل بيها، وانتوا ليكوا كامل حرية. تمام؟ طيب اول طريقة عندي، او قبل ما نتكلم في الطريقة اصلا اللي احنا نشتغل بيها، حاليا انا مقاس الكارت بتاعي 9 في 5.
طيب لو انا هسيب مساحات، يعني انا هسيب مساحة من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت، اسيب قد ايه؟ يعني تعالى كده بمقياس، هو الكارت مثلا بتاعك 9، انت هتسيب 5 سنتي؟ لا طبعا، انت عايز بس تسيب فريم كده يكون امان. طيب بعينك كده بالسنس، لما تيجي تسيب فريم مثلا امان كده وتيجي تجرب، هتلاقي تقريبا ان انت اقل حاجة انت ممكن تسيبها امان في البيزنس كورد بتاعك في المارجنز، اللي انت تسيب ربع سنتي. انا بتكلم معاك في المينيمم. طيب هو الربع ده يشمل الجنبين؟ لا، انا بتكلم ربع سنتي، يبقى احنا بنتكلم على جنب واحد. يعني انت هتسيب ربع من الشمال ومن اليمين ومن فوق ومن تحت، ده كده مينيمم. دي اقل حاجة اللي انت تعتبر اصلا بالنسبة لي اللي انت مش سايب حاجة، فده كده المينيمم. طيب انا ممكن اطلع لحد كام؟ ممكن اطلع لحد نص، في ناس ممكن تطلع لحد 0.75، بس ده برضو ايه، ممكن يعتبر ان هو كتير. فده كده ممكن يكون الماكسيمم قوي، والتاني المينيمم قوي. طب في النص، الحاجة اللزوزة اللي في النص الحلوة معانا، اللي انت بتشتغل اللي انت سايب نص. طيب اسيب انا بقى النص ده ازاي؟ يعني ايه الحاجة الصح اللي انا اسيب بيها النص؟ في ناس حاليا، تعالوا بس ندخل الليلة دي كده جوه. حاليا كده فوق انا عندي رولر اهو، في مسطره فوق اهي اهو، جايب لك من 0 ل9 وجايب لك من 0 ل5. تمام. يجي حد يقول لي بص انت قلت لي ان انا اسيب ربع صح، ولا اقول لك تعالى نسيب نص تبقى اسهل؟ انا هشد المسطره من هنا كده، وايوه نشن كده، ايوه انا كده ايه، سايب نص. تعالى بقى، ايوه يا عبدو يا حلاق، نسحب من الناحيه التانية كده، ايوه كده انا سايب نص. حلو. طيب احنا عايزين ايه؟ نسيب نص من فوق بقى، ايوه ايوه كده انا سايب نص. هوبا، اجي اسحب من هنا، ايوه انا كده سايب نص. اللي بيحصل ده عك. ليه؟ تفرق بين سنستيفتي بين ايد كل واحد والتاني. يعني ده انا سايب فيه نص، وده نص، وده نص، اللي فوق ده مش نص، ده مثلا 0.52 او 3. ايه ده؟ هو هي الارقام الصغيره دي تفرق؟ اه طبعا تفرق، هتبقى الدنيا مش متوازنه معاك. ودلوقتي انا كمان ايدي جابتها بالسنس ده، لان انا ايدي متعوده. لكن انت في الاول لا، هتلاقي اللي هو يوه انا هفضل اظبطها. تيجي كده وانت بتشتغل، تيجي تبص على المسطره فوق عشان تظبطها، وكمان معاك الارقام اللي تحت، ايوه 0.467 لا 8، ايوه 9 لا 5. حلو، سيب. ممكن تسيب بقى تلاقي الدنيا فلتت. طب ايه العذاب ده؟ انا اخد ربع ساعه ان انا اظبط ان انا اسيب مساحه يمين او شمال؟ فيجي حد بقى ايه اتذاكى، قال لك بص بقى انا راجل فهمان قوي، انا هعمل لك حاجه صايعه. هقول له ايه يا عم؟ يقول لي دلت القرف ده كله، ايه العبط اللي انت بتعمله ده؟ يا سلام، دلت يا عم. يقول لي هات شكل. حاضر. ودوس دوسه كده على السكرين، تمام، وارسم لي الشكل ده مقاسه نص سنتي في نص سنتي. اعمل لي سكوير مقاسه نص سنتيمتر في نص سنتيمتر. هقول له ده انت شكلك ايه، بتفكر في فكرة صعبة قوي، شكلك هتبهرنا دلوقتي. ده الشكل بتاعي، حلو. يقول لي بص حط واحد هنا يمين او شمال. حاضر. واسحب لي واحد ايه الناحية التانية. ايوه انت جامد قوي. واسحب واحد فوق كده، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، واسحب واحد تحت. بس اعمل ايه بقى بعد كده؟ شد برضو المسطرة، وحط هنا في اخر المسطرة، وحط هنا، ايوه، واسحب واحد بقى هناك كده واديه، تمام، واسحب واحد هنا واديه. بس بقول لك ايه، انا كده راجل جامد جدا. شايف الليله دي كلها انا كده ظبطت المساحه بتاعتي، مفيش عندي اي غلط. اقول لك جميل، فكره حلوه. طب تعالى نزوم هنا كده، نطلع على الكارت اللي فوق. بص هتلاقي في شعرايه صغيره. يا عم بلاش ابقى انا رخم، الشعرايه دي انا مش هحسبها لك، بس انت ستيل الموضوع عندك مش اكيوريت هنا، فانت الدنيا بالنسبه لك مش تمام. تعالى نروح يمين، تيجي تبص هنا. يا عم لا، هنا الدنيا حلوة، تمام. تعالى نروح هناك. بص بقى الشمال هنا، اصلا الاسود باين من بعيد من قبل ما نقرب. بص داخل لجوه. ايه ده؟ يعني انا حتى لو جيت عملت المربعات دي الموضوع برضو مبيبقاش اكيوريت. اه يعني انت دلوقتي يا عم عملت المربع مقاسه نص في نص زي ما احنا عملنا دلوقتي، جميل، وعلى عيني وعلى راسي. ستيل برضو الموضوع فيه سنستيفتي ايدك، ان انت ايدك تعرف تظبط الموضوع على المربع بالظبط. طب دلوقتي ما اتظبطتش، تعالى يا عم نظبطها سهله. اسحبها كده بقى، هتلاقي يوه ان انا لحد ما اظبط 0.5 بالظبط، برضو الموضوع هياخد منك وقت. هتلاقي نفسك مع كل زاويه فيهم انت بتبتدي تعدل تاني. يعني انت بعد ما بتعمل خط تبتدي ان انت تعدل تاني. ممكن يبقى اليمين مش قد الشمال واللي فوق مش قد تحت، بس دي برضو طريقة ستيل في ناس بتشتغل بيها. في ناس بتبقى السنستيفتي بتاعت ايديهم حلوة، فبيبتدوا ان هم يظبطوا الموضوع على ده. دي الطريقة القديمة، او بمعنى اصح الطريقتين القدام، لان ما كانش في حاجة تانية موجودة في الفوتوشوب في الفيرجنز القديمة تسهل الموضوع ده. طيب ايه الطريقة الصح اللي احنا نستخدمها عشان نجيب المارجنز بتاعتنا صح، وتبقى الدنيا بتاعتنا تمام من غير ما يكون في اي ريسك للغلط؟ ايه يا عم الطريقة؟ تعالى نرجع بقى لورا ده كله، ولا كأننا عملنا اي حاجة. دي كده البيج بتاعتنا دلوقتي، وندلت ايه الفريم ده.
هنروح اول حاجة فوق على فيو، ثم هندور على حاجة اسمها جايد. طب ايه الجايد ده؟ شايفين الخط اللي انا سحبته ده، الخط الترانسبيرنت اللي بيطلع من المسطرة ده اسمه جايد. فاحنا حاليا دلوقتي رايحين نجيبه، فاحنا رحنا عند فيو وهنجيب جايد. ثم بعد الجايد عايزين اوبشن نيو جايد لاي اوت. احنا دلوقتي عايزين نعمل لاي اوت للبيج اللي احنا هنشتغل عليها، فاحنا هنروح لنيو جايد لاي اوت، ندوس عليها. حاليا طلع لي كمية اللاينز دي كلها. لا 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 باشا، انا مش عايز الكولومز دي كلها، انا عايز كولوم واحد. فكتبت هنا واحد. حلو. وعايز ان انا اسيب ايه؟ انا قلت لك اسمها بالعربي يا اما مساحات لونيه، يا اما لو اتكلمنا بالانجلش بقى لو احنا متربيين بره فهنتكلم ببليد او هنتكلم بمارجن. في حاجه هنا اسمها مارجن. مارجن ده في مارجن هنا كمان. دوس مارجن. بس قبل ما ندوس مارجن نفترض ان المسطره انت بتقولي ما بحبش اللون ده، بقى انت عايز لون جنجا. عندك هنا الالوان، هنا غير الالوان اللي انت عايزها على اساس اللون ده هتبتدي ايه لون الجايد يجي معاك. لا يا عم خلينا في السيان. حلو. هدوس على المارجن، هتلاقي هيديني 4 حاجات. ايه ال4 حاجات؟ التوب من فوق، والليفت شمال، والبوتوم تحت، والرايت سبحان الله يمين. يبقى احنا كده عندنا ال4 زوايا. طب انا عايز اسيب كام في ال4 زوايا؟ تعال نسيب المينيمم بتاعنا اللي هو 0.25 سنتيمتر، وناخد ده كده كوبي ونروح في كل جنب نعمل له بيست. يبقى انا حاليا المنظر بتاعي ده ان انا سبت ربع سنتي في الجناب كلها. بالنسبه لي المساحه دي صغيره، بس بالنسبه لي ايه لذيذه، وبالنسبه لي فيها رتم الامان بتاعي حلو. طيب انا كده ظبطت كل الجناب على الرقم ده. هل في اي ريسك للغلط؟ مستحيل. هو السوفت وير ظابطها من كل الجناب، مستحيل ان يكون في نسبه غلط في الحته دي. طيب عايزين نزود، يا سلام تعال 0.5 يا عم، خدها دي بقى كوبي وعدي على واحد واحد فيهم. ظبطت الدنيا بتاعتك والدنيا بتاعتك تمام، دوس يا باشا اوكي. كده مستحيل يكون فيه اي نسبة غلط عندك. خلاص ابتدي ان انت اشتغل عادي خالص. طيب معلش بقى، هو انا لما اجي اشتغل انا هبتدي ان انا اشتغل على الفريم اللي جوه ده بس، صح؟ اقول لك لا طبعا غلط. ليه يا عم؟ انت لسه قايل لنا الكلام ده ان ده فريم امان عشان انت شغلك كله يبقى جوه. لا، انا بتكلم على الحاجات اللي فيها ريسك ان هي تتقص. يعني انت ما تجيش تبتدي لي الديزاين بتاعك من الفريم اللي جوه ده، انت الديزاين بتاعك بيفل البيج كلها. يعني انت دلوقتي نفترض ان احنا هنعمل مثلا باك جراوند، تعالى كده نجيب شيب، والباك جراوند بتاعتنا هيبقى بالكلر ده مثلا. حط انا كده هاجي ورسمت الشيب بتاعي. انت واخد بالك اللي انا رسمت من اول فين لفين؟ انا رسمت البيج كلها بالشيب بتاعي. يعني انا ما بداتش الكارت بتاعي من هنا، لا انا خليت الكلر على كله. امال ايه الحاجات اللي جوه؟ ايه الحاجات اللي انت بتقول لنا اللي خليها جوه عشان ما تتشالش؟ الحاجات اللي ما ينفعش تتقص: اللوجو بتاعك، اسمك، رقم تليفونك، الانفورميشن، الحاجات الاساسيه ان لو اتقصت ما يحصلش اي مشكله. لكن لو اتقص كلر مش مشكله، اتقص حته من الديزاين مش هتاثر معايا. الكارت ما بص، الانفورميشن بتاعتي ما ضاعتش. انت اهم حاجه في الكارت ده بديهولك عشان توصل لي. اديت لك البيزنس كارد والانفورميشن مش موجوده فيه، مش هتعرف توصل لي. فشكرا كده ايه، باي باي. يبقى احنا حاليا كده البيزنس كارد حاليا قدامنا زي ما احنا اتفقنا. انت عندك المنظر ده بتاعك، تبتدي اللي انت الفريم اللي انت قدامك ده تظبط المارجنز بتاعته كلها، المسافات بتاعتك يمين وشمال وفوق وتحت، وتبتدي الديزاين بتاعك ككالر وكديزاين من غير اي انفورميشن عادي على مقاس 9 في 5 كامل او ايا كان المقاس اللي انت تشتغل عليه. هتشتغل على البيج كاملة. تيجي بقى تقول لي نفترض ان دلوقتي السيركل دي اللوجو، خلاص انا معايا السيركل دي يا عم، هبتدي ان انا اشتغل بيها. تعالى يا سلام، ده اللوجو بتاعك اهو يا عم، ادي اللوجو. ابتدي بقى تبقى الانفورميشن دي معاك مثلا اهي جوه، واجي مثلا ده كده اسم الشركة مثلا بتاعتي، ونفترض ان انا ده اسمي، ودي الوظيفة بتاعتي، وهنا مثلا الانفورميشن بقى الواتساب والفيسبوك بالليلة دي كلها. وجيت هنا يا عم وقلت ايه؟ ان انا هحط QR كود بتاعي مثلا. دي كده الانفورميشن بتاعتي اللي موجودة في البيزنس كارد. في حاجة بره؟ مفيش. اي حاجة بقى اتقصت من اللي بره دي هتضايقني في حاجة؟ باشا ده كولر وديزاين عادي، قص فيه زي ما انت عايز. لكن الانفورميشن بتاعتي الامان بتاعي كله جوه الفريم ده.
طيب جه حد هو شغال مره واحده قال الخط ده بيتحرك معايا، ايه ده؟ انا بوظت الدنيا، انا كده مش هعرف ارجعه تاني لان انا عملت خطوات كتير بعدها. ولو جيت رجعته اكيد هرجعه بايدي حتى لو انا عايز ارجعه. لو انا دلوقتي عديت كذا خطوه هرجعه بايدي، لكن خطوه واحده ادوس كنترول زد عادي. بس لو عملت كذا خطوه خلاص شكرا. طب انا عايز ان الخطوط دي ما تتحركش، انا عايز اثبتها بحيث ان الخطوط دي ما تتحركش معايا. نفس المكان اللي احنا كنا فيه يا باشا، هتروح عند فيو وعند جايدز هتلاقي فيه لوك الجايد. انا كده قفلت الجايدز، انت لو عايز تحركها اصلا هو مش شايفها، هو بيحرك اي حاجه غير الجايد. طيب وفي ايه تاني؟ في ان انا ممكن ان انا اشيل لوك، وفي ان انا ممكن اكلير الجايدز اصلا. يعني انت بدل ما تمسك جايد فيهم تخفيه، دوس كلير جايد، شكرا. الحاجات دي كلها كده باي باي. ده حاليا شكل الكارت اللي عندك without جايدز خالص. ده كده المنظر بتاعك. طيب معلش انا بس عندي سؤال، قول يا باشا. الجايدز اللي قدامي دي بتطبع؟ يعني ايه؟ يعني انا لو خدت الكارت بتاعي ده وسيفته جي بي جي، او سيفت الفايل ده حاليا عندي كفايل بي دي اف مثلا، بحيث ان انا هروح اطبعه، الالوان اللبني دي او ايا كان انا عامل الجايدز الوانها ايه ان شاء الله لو جنجا هتطبع؟ لا مش هتطبع. ازاي يا عم؟ انا شايفها، انت شايفها، والسوفت وير حاططها لك، بس دي لاينز ترانسبيرنت. يعني ايه لاينز ترانسبيرنت؟ يعني اللاينز دي انا بس اللي بشوفها، ملهاش كولر، ملهاش تاثير على الديزاين. دي مجرد لاينز ترانسبيرنت او جايدز ترانسبيرنت، هي مجرد تبقى موجوده عشان اقدر ان انا اظبط عليها شغلي. لكن هي ما بتتسيفش، يعني هي ما بتتسيفش ككولر او كشكل. لكن انت لو رسمت مثلا فريم بنفس المساحه دي كده، وجيت قلت لي مثلا انا راسم يا عم فريم هنا عشان ده يبقى ايه، فريم امان بتاعي. في ناس بتشتغل بالاسلوب ده مثلا وبتعمل الفريم ده ايه، ستروك. يجي يقول لك ده الامام بتاعنا يا باشا عشان ايه؟ يبقى انا كده اي شغل بتاعي يبقى جوه هنا. هل الطريقه دي غلط؟ لا بالعكس، الطريقه دي مش غلط خالص. امال ايه الازمه فيها؟ الازمه دلوقتي ان ده ستروك، يعني الستروك حاليا اللي موجود حواليه ده مش انا ممكن انساه. اه يعني انت لو نسيته دلوقتي ده هيتطبع، فدي كده مشكله. انا مش عايز ان انا اطبعه. لكن ميزه اللاينز دي او الجايدز اللي احنا شغالين عليها ان هي بتبقى ترانسبيرنت، ما بتتاثرش، مفيش اي حاجه منها تتطبع ولا في اي حاجه فيها تظهر في الكارت بتاعي ايا كان في السيف او في اي حاجه. وبدوسة زرار تقدر اللي انت تعمل لهم كلير. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نعملهم بالطريقه الصح اللي مبيبقاش فيه اي ريسك غلطه، وايه لازمتهم وايه استخداماتهم. طيب حاليا انا لما باجي بعمل ديزاين البيزنس كارد بتاعي، في ناس بتعمل ديزاين بيزنس كارد وش، وفي ناس بتعمل ديزاين البيزنس كارد وش وظهر. تمام. طيب بتتعمل ازاي الموضوع ده؟ في مدارس. يعني ايه في مدارس؟ يعني حاليا دلوقتي انا عندي فايل الفوتوشوب اللي انا عملته اسمه كارد فرونت. يعني انا دلوقتي بعمل ديزاين البيزنس كارد الوش بتاعه. طيب انا لو عايز اعمل الظهر، هتلاقي حد بيعمل فايل فوتوشوب تاني خالص وهيسميه كارد باك. يبقى هو دلوقتي حاليا البيزنس كارد اللي عنده بيقسمه لفايلين، فايل فيه الفرونت وفايل فيه الباك. طب دي مدرسة. في مدرسة تانية؟ طبعا في مدرسة تانية. بيعمل ايه؟ اللايرز بتاعتي دي كده كلها اللي موجودة عندي هيجي ياخد من اول لاير لاخر لاير ويقول لك يا باشا دول جروب، واعمل الجروب ده سميه فرونت. خلصت ده باي باي. اعمل جروب تاني سميه باك. يبقى انا حاليا عندي في نفس الفايل بتاعي الفرونت والباك. هتيجي كده هنا نفترض ده الديزاين بتاعي. تعالى بقى نعمل فريم تاني خالص. عملت هنا فريم اسود وهبتدي ان انا احط الانفورميشن بتاعتي ايا كان ان انا هحط ايه. تعالى مثلا هوبا هوبا، ادي ده color. تعالى بقى احنا ناخد ايه السيركل بتاعتنا دي، ادي ده كده اللوجو بتاعي. تبتدي بقى ايه اللي انت توزع مثلا ايه، نقول اللوجو ده يا عم ده الظهر بتاعنا قلنا، وايه ده كده اللوجو بتاعنا موجود ايه في الظهر. ممكن ناخد ده وايه نغير لونه ونعمله في النص. لوجو عظمة. يبقى ده كده اللوجو بتاعنا. يبقى حاليا كده الراجل ده في نفس الفايل عامل البيزنس كارد كله. يعني كده الباك شاله، كده بقى الفرونت في نفس فايل الفوتوشوب عنده الاتنين. لما يجي سيف كجي بي جي بقى هيسيف ده لوحده وهيسيف ده لوحده. لما يجي سيف كفايل بي دي اف بحيث ان هو يتطبع ممكن يسيفهم الاتنين في فايل واحد، او ممكن يسيف ده لوحده وممكن يسيف ده لوحده. فدي الطريقتين ان الناس كانت بتشتغل بيهم زمان. يا اما كان بيعمل فايلين بي اس دي، يا اما كان بيعمل البيزنس كارد الوش والظهر الاتنين في نفس الفايل الفوتوشوب بالطريقه دي. طيب في طريقه اجدد، في طريقه احسن من كده ممكن اعمل بيها الوش والظهر؟ طبعا في. ايه يا عم الطريقه؟ ايه في البيج دي كده
ودهنت الشغل بتاعنا ده كله كده، ونيجي من الاول خالص ونفتح صفحة من اول وجديد. احنا لما جينا عملنا في الاول عملنا ايه؟ ظبطنا اسم الفايل ومقاساتنا والريزوليوشن والكالر مود. طيب في حاجة هنا يا باشا اسمها ارت بورد. ايه الارت بورد دي؟ لازمة الارت بورد دي ان انا اقدر ان انا افتح اكتر من صفحة. يعني انا دلوقتي ممكن ابقى شغال سي ام واي كي كده واقول له ارت بورد، بس حاليا في الارت بورد هو مش مديني اكسس غير على ار جي بي. طيب لازمة الارت بورد ايه؟ لازمة الارت بورد ان انا ممكن اجي دلوقتي اقول له يلا بينا احنا شغالين يا باشا سنتيمتر ومقاسنا 9 في 5 والريزوليوشن بتاعتي 300 والكالر مود هو في الارت بورد مش بيدي اكسس غير ار جي بي. فاحنا بنتعامل حاليا مع ار جي بي. سيبكم من المشكله دي دلوقتي، بس احنا عايزين نفهم لازمه الارت بورد. لازمتها ايه؟ تعالى دلوقتي نعمل كرييت. حاليا كده ده منظر البيج اللي عندنا. البيج اللي حاليا عندنا دي حاليا هي ايه؟ بيج واحده طبيعي زي الفوتوشوب عادي خالص. طب الارت بورد دي انا ممكن استخدمها في ايه؟ حاليا دي بالنسبه لي مش باك جراوند، يعني مش باك جراوند زي الباك جراوند الطبيعيه اللي احنا بنشتغل عليها. دي بالنسبه لي ارت بورد، يعني صفحه. بمعنى يعني انا دلوقتي دي صفحه كده موجوده في الفوتوشوب، انا ممكن اخليها صفحتين او 3 او 4. اه طبعا ممكن. ازاي الكلام ده؟ الصفحه اللي عندي دي انا لو جيت عند الموفمنت تول اللي فوق دي ودوست كليك يمين هلاقي في تحتيها تول اسمها ارت بورد تول. ايه يا عم الارت بورد تول دي؟ يعني دي بتخليني انها اتحكم في الصفحه دي. تعالى كده. ايه ده؟ اول ما دوست عليها طلعت لك العلامات دي، علامات البلس. ايه يا عم علامات البلس دي؟ يعني انا لو دوست هنا، ايه ده انا عملت صفحتين. طب لو دوست دوسه كمان، ايه ده انا عملت 3 صفحات. يعني انا ممكن في الصفحه الواحده بتاعتي الفوتوشوب ان انا اشتغل على 3 4 حاجات. بس انت وجهازك. يعني ايه انت وجهازك؟ يعني انت ممكن دلوقتي تبقى شغال على فايل فوتوشوب على الجهاز بتاعك واصلا الفايل مطلع عينك، فايل واحد فوتوشوب على البروجكت اللي انت شغال عليه، والفايل ده اصلا تقيل. فانت تخيل بقى اللي انت في فايل واحد حاطط فيه 3 4 ديزاينات بنفس الستايل، فالموضوع طبعا هيبقى بالنسبه لك تقيل. بس دي حاليا كده ميزه ان انا اقدر ان انا اشتغل على ديزاين الوش والظهر. او مثلا البيزنس كارد بتاعي ده هو وش بس انا مثلا عندي في الشركه في 5 اسامي، فانا بدل ما اعمل لهم 5 فايلات بي اس دي او بدل ما اعمل لهم 5 جروبس في فايل بي اس دي واحد، ممكن اعمل لكل واحد صفحه عشان ابقى شايفهم كلهم قدامي. فدي حاليا كده ايه؟ ميزه. طب انا دلوقتي معايا صفحتين، افرق بين اللايرز بتاعتهم ازاي؟ تعالى كده بص على اللايرز، هتلاقي هنا في ارت بورد 2 وهتلاقي في ارت بورد 1. ارت بورد 2 دي الارت بورد اللي انا واقف عليها. اي شغل انا حاجه ارسمه جوه الارت بورد دي هتلاقيه سمع في اللاير بتاعتها. طب انا لو رحت هناك ورسمت هنا، تعالى نفتح الارت بورد دي هتلاقيها سمعت هنا. يبقى انت اي حاجه هتعملها في ارت بورد 1 هي هتسمع على طول في ارت بورد 1 معاها. اي حاجه هتعملها في ارت بورد 2 هتلاقيها هي هتسمع على طول في ارت بورد 2. يعني كل واحده هيبقى ليها لايرز لوحدها وكل واحده ليها ارت بورد لوحدها. بس دلوقتي احنا كان عندنا مشكله في الاول. ايه يا عم المشكله؟ اللي احنا لما جينا دخلنا ان الموضوع هيتعمل ار جي بي ما اتعملش سي ام واي كي. طب احنا دلوقتي هنطبع ده بيزنس كارد، ازاي ان انا اشتغل ار جي بي واطبعه ار جي بي؟ مش ده المفروض هيعمل لي مشكله؟ طب انا احلها ازاي؟ ممكن يجي حد يقول لي طب بص يا هندسه انا عندي فكره حلوه. اقول له قول لي. يقول لي انا فاكر ان كان في اوبشن انت كنت قايل لي عليه ان انا ممكن اخش من الفوتوشوب وكونفرت السي ام واي كي من قبل ما اشتغل، بس بلاش ان انا كونفرت قدام عشان ما يغيرليش في الالوان. اقول له صح. طب تعالى كده جرب وشوف الكلام بتاعك ده هيطلع صح ولا لا. نيجي نخش كده واحنا عاملين 2 ارت بورد، واخش على ايمج واروح على مود وادوس سي ام واي كي، هلاقي ان هو طلع لي ايرور بيقول لي changing mode can affect the appearance of layers. merge the layers before mode change. يمرج يا لا. انا لو دوست don't merge مثلا يقول لي you are about to convert CMYK using USP كذا 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 كذا. هقول له اوكي. حاليا انا حولت الفايل بتاعي من RGB ل CMYK. طيب هل الموضوع ده حاليا صح؟ يعني هل حاليا كده ان انا هشتغل CMYK والدنيا تمام؟ حاليا انت هتشتغل CMYK والدنيا معاك هتبقى تمام. بس ثانية، يعني انا كان من الاول اللي هو كان في ريسك ان هو ممكن يعمل لي ميرج الفايلز والدنيا تبوظ لولا ان انا دوست دونت ميرج. بس هو ليه اصلا في الاول كان حاطط الار جي بي بس؟ ليه مش حاطط سي ام واي كي؟ اساس الاوبشن ده لما جه اتحط في الفوتوشوب اتحط عشان ديزاينات السوشيال ميديا. يعني ايه عشان ديزاينات السوشيال ميديا؟ يعني حضرتك حاليا شغال سوشيال ميديا ديزاينر، فانت دلوقتي عندك ماركتنج كامبين معينه مطلوب منك ان انت تعمل ديزاينات معينه كلها بنفس التمبلت، كلها بنفس الميه، كلها بنفس الستايلز. فانت محتاج ان انت تبقى الديزاينات دي كلها قدام عينك في بلاتفورم واحده، في ستايل واحد قدامك، في بيج واحده قدامك،
مش محتاج ان انت تفتح 3 4 5 فايلات فوتوشوب جنب بعض ويبقى عندك 5 تابات وبتنقل بينهم. لا، انت محتاج الموضوع كله يبقى ببريفيو واحد قدامك، بحيث ان انت تبقى شايف الدنيا كلها مع بعض. فاساس موضوع الارت بورد لما جه اتعمل اصلا، اتعمل على اساس فكره الحاجات بتاعت السوشيال ميديا، بحيث ان الحاجات دي كلها يكون ليها بريفيو قدامك وتبقى كلها شايفها في نفس الوقت. بس اظن اكيد ان بعد كده هيزودوا الكالر مود بتاع السي ام واي كي، بحيث ان الموضوع يبقى فيه الحته الادفانسد ان انت تقدر تستخدم الموضوع ده في البرينتنج، بحيث ان الدنيا تكون اسلس فيه. طب معلش يا هندسه، هو في بروجرامز تانية من بروجرامز ادوبي اللي احنا بنستخدمها في الجرافيك ديزاين فيها اوبشن الارت بورد ده ومتاكسس فيها موضوع السي ام واي كي والدنيا اسلس؟ اقول لك اه طبعا، الاوبشن ده اصلا متاخد من بروجرام الالستريتور. ده اصلا موجود في بروجرام الالستريتور. موضوع الارت بوردز ده موجود من زمان، من اول ما بروجرام الالستريتور طلع، بس هم بعد كده اخدوه من الالستريتور وفكروا ان هم يطبقوه في الفوتوشوب بس عشان يخدموا على حاجه معينه. بس هي اصلا فكره الارت بورد موجوده موجوده في بروجرام الالستريتور، وكمان موجوده في بروجرام الانديزاين. يبقى احنا حاليا في الحلقه دي اتكلمنا عن الاساسيات كلها المهمه اللي انت محتاج ان انت تظبطها قبل ما تعمل ديزاين البيزنس كارد، بالمقاسات، بالحاجات اللي لازم انت تاخد بالك منها وتاخد بالك منها ليه، وازاي ان انت تاسس الفايل بتاعك باكتر من طريقه، وايه الطرق الصح اللي انت تستخدمها، وايه الحاجات اللي انت تبعد عنها، وايه الحاجات اللي لازم تكون مركز فيها قوي عشان بعد ما تبتدي تبني الديزاين بتاعك كله تقدر اللي انت تظبطها. واحنا كمان كنا متفقين ان انت دلوقتي بعد ما بتخلص ديزاين البيزنس كارد ده بتاعك ما ينفعش ان انت تاخده سكرين شوت وتبعته للكلاينت. احنا اتفقنا ان الحاجه دي لازم لما تخلص لازم تتحط على حاجه اسمها موك اب، عشان يبتدي الكلاينت يشوف البيزنس كارد بتاعك ده ويحس ان هو شكله على الريل لايف، وعشان يقتنع بالديزاين ويحس ان هو معمول له برزنتيشن بشكل حلو. فالحاجه دي لازم في الاخر بتتحط على موك اب. طب ايه يا عم الموك اب وايه تفاصيله؟ هتلاقيني برضو سايب لك في الاي اللينك بتاع الحلقه بتاعه الموك اب، ممكن تروح تتفرج عليها وتفهم تفاصيل الموك ابس كلها بكل حاجه ليها علاقه بيه وازاي ان انت تقدر تستخدمه. طيب انا عرفت برضو الاساسات، انا عايز اعرف ازاي ان انا اعمل ديزاين، او عايزك ان انت تعمل ديزاين قدامي بحيث ان انا اشوف الدنيا بتتعمل ازاي، لان اكيد في اساسيات تانية صح واحنا بنعمل الديزاين صح. طبعا اكيد احنا كده بس حطينا البيز وفهمتك ايه الاساسيات اللي انت لازم تعرفها قبل ما تيجي ان انت تفتح الفايل وتبتدي تاسس ديزاين. والفيديو الجاي ان شاء الله هنمسك ديزاين مع بعض واحده واحده ونتكلم في كل الحاجات المهمه بكل تفاصيلها وانت بتعمل ديزاين البيزنس كارد، وهنبتدي نتكلم في التيبس اند تريكس بتاعه الديزاينز عموما اللي انت لازم تفكر فيها وانت بتعمل اي ديزاين عشان يطلع الديزاين بتاعك بيرفكت ويكون من غير اي مشاكل. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، مستنيكم في حلقات جايه كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وترنوا الجرس عشان كل ما ننزل حاجه جديده تجيلكم. ولو حد عنده اي سؤال ممكن يسيب لي الاسئله بتاعته في الكومنتات، هرد عليكم كلكم ان شاء الله. ولو حد عايز ان هو يشير معايا بروجكت، او ان هو عايز يسال على اي حاجه، او حابب ان هو يعمل بروجكتات ويبعتها لي او بينزلها حتى عشان ياخد راي الناس كلها فيها، تلاقوا لينك بتاع الكورس بتاع الفوتوشوب تحت موجود تحت على الديسكربشن، ممكن تخشوا عليه وتجوينوا وتبعتوا لي الحاجات اللي انتوا عايزينها وهرد عليكم كلكم ان شاء الله. واتمنى انكم تكونوا استفدتوا بمعلومه جديده، والسلام عليكم.